ليه انت زي ما انت وما اتغيرتش؟ ليه بتحس اوقات كتير انك مكتئب ومفيش عندك طاقة؟ كل حاجة بتبدأ من يومك، وأول ساعة في يومك هي اللي بتحكم حياتك كلها. الموضوع اللي بتكلم فيه ده خطير ومهم لأي فئة عمرية، إذا كان طفل أو شاب أو حتى حد كبير، لأن اللي أنت بتعمله في أول يومك ممكن يحدد مستقبلك كله. تخيل معايا إن في بطارية في جسمك، البطارية دي اسمها الدوبامين، وهي مسؤولة عن شغفك وتركيزك وطموحك. أول لما تصحى وتمسك موبايلك تقعد تقلب في السوشيال ميديا أو تلعب ألعاب، أنت كده بتستهلك البطارية دي بسرعة جدا، وده بيخليك بقى إنك طول اليوم مرهق ومش قادر تعمل أي حاجة مفيدة. لكن لو بدأت يومك بسلوكيات طبيعية وصحية، زي إنك أنت تصلي أو تفطر أو تلعب رياضة أو حتى تتمشى شوية، ساعتها أنت بتشغل البطارية دي بصورة طبيعية. هنا الفرق بقى إنك يكون عندك طاقة تكفيك للشغل أو التعلم أو تحقق أهدافك. خلينا واضحين، الموبايل سلاح ذو حدين، بس اللي بتكلم عنه هنا هو السوشيال ميديا، لأن الهدف منها واضح، إنها تستهلك دماغك وتمنعك تعمل أي حاجة أنت عايزها. ده بقى اللي إحنا بنسميه البرين روت، بمعنى التعفن الدماغي. دماغك بتتعود على المتعة السريعة، وحياتك كلها تكون مجرد تقليب، مش تقليب على السوشيال ميديا بس. الحل، ركز على الإنتاج بدل الاستهلاك، وابدأ يومك بسلوكيات صح وحقيقية بعيد عن الموبايل، لأن اللي أنت بتعمله دلوقتي هو اللي هيحدد مستقبلك قدام. فكر كويس، عايز تكون إنسان ناجح وعنده طاقة يحقق بيها أهدافه، ولا أنت عايز تضيع وقتك ومجهودك قدام شاشة؟ قرار ليك، بس فكر إن تغيير يومك بيبدأ بتغيير بدايتك. وما تنساش صلي على النبي. Cry Coach.